السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا هنحل معاكم تقييم الأسبوع السادس اللي هو بيتكلم عن عصر الدولة القديمة. طبعا نبدأ كده بالتقييم بتاعنا بأول ورقة عندنا وهي ورقة عمل الحصة. طبعا السؤال الأول بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، تأسست مدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد على يد نعرمر ولا زوسر ولا أوسر كاف ولا أوناس؟ طبعا مدينة منفر دي عندنا اللي أسسها الملك مينا، طبعا اللي هي على يد اسمه مينا أو نعرمر. طب اتنين، كانت مقابر الملوك في مصر قديما مصطبة واحدة خلال عصر الأسرة كام؟ التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا الخامسة؟ طبعا كانت مصطبة واحدة في الأسرة الثانية. طب رقم ثلاثة، أي من ملوك الدولة القديمة أطلق عليه لقب المحسن المحبوب؟ زوسر ولا سنفرو ولا خوفو ولا خفرع؟ أكيد هنختار سنفرو. رقم أربعة، سيطر رجال الدين بشكل كامل على مقاليد الحكم خلال عصر الدولة القديمة في عهد الأسرة. بقول لك رجال الدين، يبقى الأسرة الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ولا السابعة؟ أكيد هنختار الأسرة الخامسة اللي هي كان فيها أوسر كاف. طب السؤال الثاني، من أكون؟ أنا صاحب أقدم بناء حجري ضخم في التاريخ، طبعا الملك زوسر. رقم اتنين، أنا صاحب الهرم الأكبر، الملك خوفو. تلاتة، أمرت بنحت تمثال يظهر جسم أسد ورأس إنسان، الملك خفرع. رقم أربعة، أنا أول من شيد معابد الشمس المكشوفة، الملك أوسر كاف. دي السؤال الثاني. السؤال الثالث بيقولك بما تفسر إرسال الملك سنفرو أسطولا بحريا إلى فينيقيا؟ طبعا أسطولا بحريا إلى فينيقيا لجلب خشب الأرز. طب رقم اتنين، تدهورت أحوال مصر في نهاية عصر الأسرة السادسة بسبب حاجات كتير. أول حاجة ضعف السلطة المركزية، اتنين ازدياد نفوذ حكام الأقاليم، تلاتة توقف المشروعات، أربعة زيادة الأعباء على الشعب. طب السؤال الرابع بيقول لك ما المقصود بنصوص الأهرام؟ هي نصوص دينية نقشت على جدران الأهرامات بالخط الهيروغليفي. طب عصر الإضمحلال هي فترات زمنية في التاريخ المصري القديم سادت فيها البلاد حالة من الفوضى والضعف، وانتشرت فيها الاضطرابات السياسية والعسكرية. دي بالنسبة لأول ورقة عندنا اللي هي ورقة عمل الحصة. طب الورقة التانية بقى اللي هي عبارة عن الواجبات، نبدأ كده مع بعض حلها. السؤال الأول بيقول لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. واحد، تعد نصوص الأهرام من الأدب الديني؟ طبعا العبارة صواب. رقم اتنين، يعرف تمثال النبيل قعبر حاليا بتمثال شيخ البلد؟ العبارة صواب. رقم تلاتة، بدأ عصر الدولة الوسطى بظهور الأسرة الحادية عشر؟ طبعا صح، لأن الدولة الوسطى بتبدأ من أسرة الحداشر لاتناشر. طب رقم أربعة بيقول لك انتشرت الآلات الموسيقية المصرية القديمة في غرب إفريقيا؟ العبارة صواب. دي السؤال الأول. طب السؤال التاني بيقول لك بما تفسر يعد العصر العتيق عصر البناء والتأسيس؟ طبعا حيث بدأ بتوحيد البلاد على يد الملك نعرمر، وهو قام بتأسيس الأسرة الأولى. وطبعا كلنا عارفين العصر العتيق بيتكون من الأسرات الأولى والثانية. طب رقم اتنين، عرف هرم سقارة بالهرم المدرج حيث يتكون من 6 مصاطب مختلفة الحجم. طب اللي هو طبعا عارفينه اللي هو هرم زوسر. طب رقم تلاتة، إرسال الملك سنفرو أسطولا بحريا لفينيقيا لجلب خشب الأرز. طب رقم أربعة بيقولك سقوط الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة دي بسبب سيطرة وازدياد نفوذ كهنة الإله رع. دي بالنسبة للسؤال الثاني. طب تعالوا كده مع بعض بقى للسؤال الثالث. السؤال الثالث يعني سؤال مختلف اللي هو رتب الملوك التاليين من الأقدم للأحدث.
عندك جايب لك مجموعة من الملوك وانت هترتبهم لي من الأقدم للأحدث، وركز معايا هو طالب منك ايه، من الأقدم للأحدث ولا من الأحدث للأقدم. جايب لك 4 ملوك، أوسر كاف وسنفرو وزوسر وأناس. هنبدأ بأول واحد عندنا الملك زوسر، 2 الملك سنفرو، 3 الملك أوسر كاف، 4 الملك أوناس. دي بالنسبة لترتيب الملوك. بكده كده التقييم خلص. طبعا التقييم ده مفيش فيه الورقة اللي احنا فيها التقييمات الأسبوعية، هو نازل كده من على موقع الوزارة. انتظروني إن شاء الله في تقييم الأسبوع السابع، هتلاقوا فيه عبارة عن 3 ورقات اللي هي فيها التقييمات الأسبوعية اللي هي فيها الأسئلة كلها. أتمنى يكون النهاردة الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.